السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. عواش لكم بروكا اليوم ان شاء الله بغينا نشاركوا معكم طريقه تحضير الشباكيه بطريقه ماما وبعض الاسرار اللي كدير في الشباكيه باش كتطلع لها ناجحه 100% وكتجي غزاله ولذيذه بزاف وبشهاده الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بعدا اولا بالمقادير والطريقه ان شاء الله. عندنا هنا كتاخذ كيلو ديال الدقيق الابيض من النوعيه الجيده، يعني ديال الحلويات كيلو، وكتستعمل نص كيلو ديال الدقيق الكامل اللي كتحيد له النخاله ديالو، يعني الدقيق الكامل كنحيدوا له النخاله ديالو كنعبروا نص كيلو. عندنا هنايا الزنجلان اللي طحناته وعبرات زلافه اونص ديال الزنجلان، وعندنا هنايا اللوز، عندنا زلافه ونص ديال اللوز اللي طحناته بالقشره ديالو، يعني كنعرفوا ان القشره ديال اللوز هي عندها بعض الفوائد، يعني ما كنلاش نحيدوها، كطحنوها هكاك بالقشره ديالو. عندنا هنايا كندير معلقه كبيره ديال النافع، البنات كاين اللي كيقول له النافع وكاين اللي كيقول له البسباس، يعني المهم النافع او البسباس كدير معلقه كبيره. هنا عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، وكدير معلقه كبيره ديال القرفه البلديه. صراحه البنات القرفه البلديه كتعطي واحد الدهاء هائله للسلو والشباكيه. البنات اللي ما كتعرفش القرفه البلديه راه كتكون على هذا الشكل هذا، يعني بغيت نوريها لكم باش حتى انا الصراحه ما كنتش كنعرف القرفه البلديه بين هذا هو الشكل ديالها، انا كنت كناخذ غير هذيك القرفه عواد، ودابا منين عرفت ان هذه هي البلديه يعني من عند الام ديالي قلت نشاركها معكم هذا الشكل ديالها كيفاش كتكون، باش البنات حيت تبغيو تشريوها تعرفوا بان هذه هي البلديه. الصراحه راه عندها واحد الفوائد هامه بزاف وحتى كتجي لذيذه بزاف احسن من الاخرى. هذا هما المقادير اللي غادي نستعملو. غادي ندوزو عاوتاني للسوائل. عندي الزيت ديال الزيتون، عندي كاس ديال زيت الزيتون، وعندي كاس الا ربع ديال الزبده اللي ذوبناها من قبل. البنات الزبده تكون من النوعيه الجيده، يعني ماشي المارغرين، يعني تكون الزبده الحيوانيه ماشي النباتيه. عندي هنايا نص كاس ديال زيت المائده، وعندي كاس غادي نديرو ديال الخل، وعندي الماء اكيد الا دعات الضروره. كناخذوا بيضه كامله. عندنا هنا المسكه الحره، يعني اللي دقيناها مع شويه ديال سنيده. البنات المسكه الحره كننصحكم بانكم باش تعرفوا النوعيه الجيده في المسكه الحره، هادو المعلومات او بعض الاسرار اللي كتستعمل ماما. المسكه الحره حيت تبغيو تشريوها لان كاينه اللي ماشي حره، يعني كتشدي واحد الطريف من هذيك المسكه الحره اللي كتشري وكتحطيها في فمك، كتحاولي تمضغيها، الا رجعت لك بحال المسكه او العلك غتعرفيها بانها حره بيغ 100%. هذا هما الاسرار اللي كتستعمل ماما باش كتبغي تشري، لان كاينه المسكه اللي ماشي حره كتاخذ شويه قبيصه ديال الملح اكيد، ومن طبيعه الحال الزعفران الحر، وكدير شويه ديال خميره الخبز. والبنات ما نساوش الزهر او الماء الزهر المقطر اللي كتقطروا ماما على يديها، صراحه غزاله الريحه ديالو. راه كدير له هنايا البابيي والسلوفان باش انه حيت ما كيستحملش الضوء، باش كتبقى الفوائد ديالو. هادو هما المقادير البنات اللي غادي نستعملو. ندوزو على بركه الله للطريقه. يلا البنات هنا نبداو على بركه الله. كناخذوا القصريه اللي وضعت فيها كيلو ديال الدقيق الابيض، وغتزيد له نص كيلو ديال الدقيق الكامل اللي حيدت له النخاله ديالو، القمح، وكغادي تحرر. شنو غتزيدي؟ غتزيد زلافه ونص ديال اللوز البنات اللي طحناه من بالقشره ديالو، وغادا تزيد هنايا واحد زلافه ونص ديال الزنجلان مطحون جيدا، وغتزيد معلقه كبيره ديال النافع او البسباس على حسب كل واحد شنو كيسميه، وهنايا معلقه ديال حبه حلاوه، وغادا تزيد هنايا معلقه ديال القرفه البلديه. صراحه البنات نتمنى هاد الطريقه ديال الشباكيه تعتمدوها. صافي كتخلط مزيان هاد النواشف كما كنقولوا، يعني اللوز والزنجلان كتحاولوا ترملوه مزيان مع الدقيق، يعني قداش ما دخل مزيان
في الدقيق قداش ما صراحه كتطلع الشباكيه ناجحه 100%. يعني كتحاولي تدلكيها مزيان حتى كيدخلوا العناصر في بعضهم، وندوزو نكملوا طريقه التحضير. صافي من بعد ما دلكات مزيان الدقيق حتى نسجمو مع اللوز والزنجلان، غادا تزيد هنايا المسكه الحره اللي دقاتها مع شويه ديال سنيده. المسكه الحره البنات غتعبروا معلقه صغيره وغتدقوها مع شويه سنيده صافي وكتستعملوها. هنايا البنات السر هي انها كدير واحد شويه ديال الخرقوم كملون، يعني ما كديرش هي الملون الاصطناعي، كدير شويه ديال الخرقوم باش كيعطي اللون ولون طبيعي، يعني ما كديرش هي الملون الاصطناعي. وغدير واحد القبيصه ديال الملحه. البنات اللي كدير الملون الاصطناعي تقدر ديرو، هي ماما كدير الخرقوم. وكتدير شويه ديال الزعفران شعره او الزعفران الحر اللي كتحكو باليد ديالها كما كيبان لكم، وكتوضعوا كيعطي واحد النسمه هائله في الشباكيه. صافي هنايا البنات وغادي توضع كاس الا ربع ديال الزبده الدائبه. سبق لي وذكرت انها من النوعيه الجيده، يعني الحيوانيه عفوا ماشي النباتيه. كدير واحد الحفره في الوسط وكتزيد عليها كاس ديال زيت الزيتون. وشنو اخر؟ وعندنا هنايا نص كاس ديال الزيت النباتيه. صافي من بعد ما زدت الزيت والزبده تحاول تدلكها مزيان. قداش ما دلكتو يا البنات مزيان الشباكيه قداش ما النتيجه كتكون مزيانه. يعني حاولوا البنات تدلكوها مزيان. هي ماما واخا لما كتبغيش ديرها في آلة العجن تقدروا ديروها نتوما في آلة العجن الا بغيتو، هي كتفضل انها ديرها بيديها. كتدلكوها مزيان حتى كتدخل هذيك الزبده والزيت في الدقيق مزيان باش كتجي مرمله وكتجي مقرمشه. صراحه راه كتجي زوينه. هي غنخليها حتى كتدلكها مزيان وندوزو نكملوا طريقه التحضير. صافي هنايا من بعد ما خلطات العناصر غادي تزيد بيضه واحده، والخميره البنات درت معلقه صغيره ديال الخميره درتها في شويه ديال الماء وكتحركها مزيان، وكتضيفها معلقه صغيره ديال خميره الخبز. ديروها غير بشويه ديال الماء ووضعوها في العجين. غادي تزيد كاس ديال الماء زهر. تقدروا تستعملوا ماء زهر ديال الاسواق، هي دارت هنا ماء زهر ديال المقطر على يديها. صراحه الريحه ديالو كتشهي. غديري كاس وربع ديال ماء زهر البنات. ها هو الربع عاد غتزيدوا. غير حاولوا البنات تختاروا الماء زهر النوعيه اللي كتكون جيده. من بعد ما زدت كاس وربع ديال الماء زهر غتزيد كاس الا ربع ديال الخل. تقدروا تستعملوا الخل الابيض او الخل العادي. انا سبق لي وقلت لكم قبيله كاس ديال الخل والمقادير، لا غديروا غير كاس الا ربع ديال الخل. صافي غادي تحاول تخلط مزيان وغتزيد شويه ديال الماء اذا دعت الضروره اكيد باش تجمع العجين. العجينه البنات حاولوا ما ديروهاش مرخوفه بزاف باش تساعدكم في الطي ديال الشباكيه، يعني تحاولوا تدلكوها مزيان ما تكونش مرخوفه بزاف. صافي غادي نخليها حتى تدلكها مزيان وندوزو نشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون. من بعد هنا ما دلكاتها شكلتها على شكل كويرات كما بان لكم. القوام ديال العجين كيفاش كيكون، يعني البنات ما يكونش مرخوفه بزاف، كيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا. صافي هنا شكلتها على شكل كويرات غادي تلويها في بلاستيك الغذائي باش ندوزو ان شاء الله نشبكوها. من بعد ما كورات ماما العجين ديال الشباكيه كما بان لكم راه بدات كتدلك فيها. هنايا الطريقه البنات اللي كتعتمد ماما في الشباكيه، كتاخذ الكرات بعض من الكرات وكتطلقهم على هذا الشكل هذا كما بان لكم، كطويهم على 3 وكتبقى توضعهم على جنب كما بان لكم. كتدلك الكره
كطوي على 3 يعني حتى كتاخذ بعض من الكرات، يعني واش كتاخذ 6 ولا يعني كتاخذ واحد الكميه كطويهم على 3 على هذا الشكل هذا، وعاد كتعاود تولي ترجع باش كتشبكهم. بهذه الطريقه هذه الصراحه كتجي زوينه وكتخلي التشباك كيجي زوين. هانتوما البنات باش تشوفوا كيفاش كدير ليهم. الطريقه صراحه انا ما كنديرهاش، ماما اللي كديرها، ولكن صراحه كتجيها زوينه. درتها وطواتها على 3 كتطلقها على كما كيبان لكم على هذا الشكل هذا. ملي كتطلق كتحاول تطلقها غير شويه لان مازال غتورقها بالماكينه باش كتجي رقيقه البنات الشباكيه. كما بان لكم هنا كدوزها في الرقم اللي هو واسع على حسب الماكينه اللي عند كل وحده. البنات ما عندهمش نفس الريكلاج، وهنايا كتعاود تدوزها في الرقم الرقيق، يعني اصغر رقم اللي كيدوز العجينه رقيقه هي اللي كتعاود تدوزها فيها. كما بان لكم البنات كتخرج على هذا الشكل هذا رقيقه. هنايا من بعد ما ورقاتها غتاخذ الشكل الاول اللي غادي دير في الفران، كتشكلو على شكل دائري كما غادي يبان لكم في لا فيديو. هي غدير هنا جوج ديال الاشكال. الشكل اللي غدير في الفران كدير له واحد التشباك اللي هو مغاير على الشكل الاخر، كتحاول تقد العجين من الجوانب. هنايا قطعت العجين الى شرائط طويله كما كيبان لكم. كتاخذ كل شريط وكتدورو على شكل ورده، هي كتدور وهي كتلوي كما كيبان لكم البنات. نتمنى تكون الصوره واضحه. وكتقبطها من الجناب. حاولوا البنات ما تزيروهاش بزاف لان ماشي بحال اللي كتقلى في الفران، كيخصك تزيري كما بان لكم الورده. غادي نعاودوا شي وحده باش تبان مزيان كيفاش. هانتوما بنات كتوضع واحد الدواء في الوسط وكتبقى تدورها وانتي كتلوي باش كتجي مشنفه بحال شي وريضه. كتقبط القنت الاول وكتعاود تدور باقي من الشريط. التشبكه البنات ديال ماما الصراحه كنت كنعقل عليه ملي كنت صغيره. كيجي زوين. شوفوا الورده البنات كيفاش كتجي. هذا هو الشكل اللي غديروه في الفران. كما بان لكم البنات هنا الشكل الثاني كتسرح العجينه كما الاول وكتقطعها الى مربعات. كدير كما كيبان لكم في لا فيديو. كدير الشريط الاول الثاني الثالث الرابع والخامس كتقطع 1 2 3 4 والخامسه كتقطعي بها العجينه، يعني كيجيوك 4 ديال الشرائح في الوسط. صافي البنات كتاخذ الاولى الثانيه الثالثه وكتجمعهم لداخل كما كيبان لكم. ساهله البنات الطريقه. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. غتعاود لكم وحده باش تشوفوا. صافي البنات هنايا من بعد ما شبكات ماما الشباكيه ديالها، اكيد بعد وقت طويل راكم عارفين التعب ديال الشباكيه والوقت اللي كتاخذوا باش انك تشبكي. بالنسبه للشكل ديال الورده اللي غادي توضعها وطيبها في الفران هو هذا اللي وضعت في اللاطه كما كيبان لكم. هو هذا غادي تطيبها في الفران. واكيد الشكل الثاني اللي شبكاتو البنات وراتكم الطريقه كيفاش شبكاتها هو هذا هو اللي غتقلي في الزيت. صافي حنا غادي ندخلو اللاطه للفران وندوزو باش نقليو الشباكيه. خشينا الشباكيه ديال الفران في الفران طيب. غندوزو نقليو هنا الشباكيه. هنا درنا العسل اللي وضعناه هنايا. انا الوالده ديالي كتستعمل العسل صراحه من الجوده العاليه، وكتزيد عليه كاس صغير ديال المزهر كما كيبان لكم.
ووضعنا اكيد المقله ديال الزيت اللي غادي نقليو فيها. الوالده ديالي كتستعمل المقله ديال النحاس كتبغي كلشي صحي، واخا هي راه ما غتاكلش هذه ديال القليان ديال الزيت، غير راكم عارفين رمضان كيتجمعوا فيه الاحباب وهذا، يعني ضروري خصها توضع الشباكيه في الطبله، هي غتاكلها ديال الفران. صافي غادي نقليو الشباكيه وهانتوما معنا. ليكم البنات العافيه تكون مهيله، يعني ما تجهدوش عليها العافيه، راكم عارفين الزيت دغيا كطيب، يعني باش ما تحمرش لينا من برا وتبقى من الداخل يعني ما طيباش مزيان. هذا هو السر، يعني كتنقصي العافيه كتخليها حتى كتحمر على خاطرها. وواحد الحاجه البنات، واحد الملاحظه، ان الشباكيه سبحان الله حيت كطيب يعني كطيب كتلقايها نزلت لتحت، يعني ما كتبقاش فوق الزيت. صافي ومن بعد ما تقليها اكيد راه وجدنا العسل كما بان لكم هنايا اللي درنا فيه ما زهر. صافي وغادي تزينها بشويه ديال اللوز كما بان لكم هنايا، وشويه الجلجلان، يعني غدير شويه باللوز وشويه الجلجلان. اللوز اكيد اللي حمرته غير في الفران كما كيبان لكم، راه محمره البنات غير في الفران وهرمشاتو. صافي وشويه الزنجلان اكيد محمر. صافي هنايا البنات ماما من بعد ما قلات الشباكيه كما كتبان لكم، هذه هي الشكل اللي ولات لكم كيفاش كدير التبكل اللي قلات في الزيت. زيناتو بشويه ديال الزنجلان من الفوق كما كيبان لكم. صراحه كتبان مقرمشه وكتجي رقيقه، يعني ما كتجيش شاربه الزيت، كتجي زوينه بزاف. نتمنى انها تكون واضحه لكم مزيان. وهذا الشكل الثاني البنات اللي حمرته في الفران وزينته بشويه ديال اللوز اللي حمرته حتى هو في الفران، وحيدت له القشره ديالو، زينت لها الوجه ديالها بهذا الشكل هذا. صراحه البنات كتجي صحيه في شهر رمضان، يعني كنحاولوا نيفيتيو اننا ناكلوا المقليات. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ديال الفران، لان فعلا كتجي رائعه وكتجي صحيه، واكيد على حسب كل واحد شنو كيعجبو. نتمنى البنات الوصفه ديال الام ديالي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك باش توصلوا ان شاء الله ديما بالجديد. كنقول لكم عواشركم مبروكه، والام ديالي كتقول لكم مبروك عواشركم. خليكم حتى لا خير، حتى الفيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.